أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد، قال لي خشكو برا البراهيه بيامش خدي تعالى أوه رب العالمين بري مبدأ ريكا خاريكا إيماني وريكا حقية ريكا إسلامي وريكا قرآني ورب العالمين بيريكا رحمة مهمياب بات مش أهلي بحشتي بحسب بكت يفيامش رب العالمين أو رب العالمين أفمنو بيت حاضر بديباب وكسكار وهالكسك يحق السلمها بدنبوي دعا بكين. يا ربي تو مهمياش أهلي بحشتي حسب بكي الديوانا بيغنبري صلى الله عليه وسلم بحشتي لما شادو بختور بكي. يا ربي تو مش بلا مصيبة الدنيا وقيامتي باريزي. يا ربي تو خوش يا خو ابنه يا خو تناه يا خب إخيت همي ولاطت بسلمانة دا بتايبة الكردستان دا. يا ربي تو مبكي براية إيماني كمفاي جيبيني الدنيا دا والقيامة دا. قال لي خشكو بدا حديثة كده بيغنبر صلى الله عليه وسلم تشتكي قالك جرينج نيشا مدة حتى عندك علماء دبيجن ستينا دينية سرچار حديثة هاتية داناندن اي كشوانا اف حديثة هندي هن جهة كي جرينج الدين مدى هاي اف موضوعة اجبر هندي اوي عالمي اف حديثة قلتي ايك اشچار جرينج ترين حديث كو انسان بسلمان تبيت ببكتن. أوجه كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيت عن تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدين النصيحة. في حديث دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيت الدين النصيحة، يعني دين همي إسلام همي نصيحته. أبي تشتي تعريف ويت إسلام دا وقتين فقهاء بحسبي موضوعي كان بيجن تعريف الكل بالجزء، يعني تو تشتكي مازن بتشتكي بشي جريدي وتو بيجي افتشتي مازن افتشتي بشي كمعنوي افتشتي بشي جلكي جرينجا تو تشتي عند مازن دا اسلام جلك مازن ان نفيجا روجيا زكاة حج اخلاق عبادات آداب احكام، يعني جلك تشتي تيدا بس وقتی ادبیجید اف اسلامه اف تشتی بچی که شوی اسلامی پارچه گرت و گوتی اسلام اوه معنی او تشتی بچی که ویجی گرتی گلکی گرینگه شبه هندت بيجني تعريف الكل بالجزء بجاش بن هندي قال لي خش كبرى قال كافره ام بهن سحكيني نصيحه شيء بوشي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي الدين النصيحه. وقتی وقتی اکثر صحابه چو گوتی قلنا لمن يا رسول الله، يعني أبي نصيحتي أبي شيرتي الكيف كي قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسول كتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن پیغمبر صلى الله عليه وسلم چو گوتی أبي شيرتي أبي نصيحتي بو كي بكين گوتی بو خود تعالى وبو كتاب خود تعالى كو قرآنه وبو پیغمبر خود تعالى كو پیغمبر ما محمد صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وبو مزند بسلمانايا وعامتهم وبو خلق عام، يعني بو هميايا اهاش برهند تبيت ام بهن تبيهن مادام ادوي حديثي دا علماء حديث بيجن ايكش گرينگترين حديثا، يعني هكا تو اسلام بكيه 4 پارچه که شوان 25 صدش اسلام سروی حدیثت را واسطت معنوی اف حدیثه گلکا گرنگه تبیت انسان باش بزانت نصیحت چیه دب چی شکل و چی شیوه نصیحتی کرد و چی نوعی نصیحتی فر انسان بکرد و دی بکی کرد و دی چی وقت دا کرد اهش بل هنده گلی خشکو براتویت انسان وی تشتی ورگیریده نش بل هنده
علماء بيجن بوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت الدين النصيحة چكو إسلام قال لي خشكو برا وكي حديث جبريل وقتي هاتي قلت هات جبريل شكل مروفكي هات ديوانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت يا محمد اخبرني ما الإسلام قلت إسلام چه دشته قلت إسلام شهادة دانا نفيجة روجية زكاة حجة قلت صدقت بشتين قلت أخبرني ما الإيمان قلت إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قلت صدقت قلت فأخبرني ما الإحسان قلت أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني تعريف إسلامي إدوان هرسي تشتادا كده نصيحات أف هرسي تشتيت تدا نصيحات تدي الخلقي كي دا بري خبدنا إسلامي تدي نصيحات الخلقي كي دا بري خبدنا إيمانه تدي نصيحات الخلقي كي دا بري خبدنا إحسانه باشي وقنجية وخوب باشتر لبكن أهج برهندي نصيحات پیغمبر علیه الصلاة والسلام قلت الدين النصيحة إسلام همي نصيحته وشيرته قمرو بالإيكودو بكتن إيش بالهندي جي قال لي خشكو برا خدي تعالى أصلا غايته هنارتنا پیغمبره بو عردي غايته هناردنا پیغمبره بو بشريته وبو إنسانيته هر سبب أو بو دا نصيحته وشيرته لبكن اجبر هندي ام بين سر ازمان نوحي خدي تعالى القرآن بيروز دا يقولي وأبلغكم رسالات ربي وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم يعني إيش غاية نوحي عليه السلام قلت شيء أبلغكم رسالات ربي يعني أف مسجا أف تشتاء بخدي تعالى بمن هنارتك ووحية ودينة أو تشتيت رب العالمين أمر متكة أز دابجهن مهوات وتشدي وأنصح لكم وأز يشيرت الهوات كم كبري هوا بدما ويريكي أو مفاي هوا تدهبيت هل هو صار أزمان هود عليه السلام خدي تعالى بجد وأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح مبين هل هو صار بيجي تأزيهاتهم دا أو وحي خدي تعالى أسبها وبجينم وأز شيرتت أشكرا ورون الهوات كم كوتشتشتي وشارتی تدا نمینید همیتش آشکرا بید بها و ریکا قنج و باش اش ریکا خراب و گنه و معصیتا هر هوصا السر ازمان صالحی خود تعالی بجید و یا قوم قد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم يعني وقت دید گشت حدکید ما بینوی و قومی دا و قلت یا قوم من ده و چه عذر نمینید ند دنیای دا نل قیامت دا دف خود تعالی دا من چکر من مزج خود تعالی او رساله او پیام و او پروگرام او خودی تعالی از پهنارتی من گهان ده هوا و من نصیحت و شیرت الهوا کرن که اوه ریکا باش و ریکا قنج و ریکا هنده گاهین مفایجه ببینید و جاها که این گاه خانه دنه رجا قیامت این تحمل مسئولیتی که جاش بر هنده گلی خشکو برا گل کافره انسان او خم هبیتن او آگیر دل مروی دا هبیتن بنا مروی نهید حتی مروف نصیحت الخشک برای خواهد ایماندار و مسلمان دا نکت اش بر هند پیغمبر علیه الصلاة والسلام الحديث كده بيجيتن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين فليس منهم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ادبیجیتن اوی خما بسلمانی نراکت او نش بسلمانه یعنی وقتی بلایک و مصیبتک بسر برایته بسلمان دات هید جد جیران تبید گندی تبید خلق عشیرت تبید قوم تبید اشکی بید مادم بسلمان و ایمان داره وقتی مصیبتک بسری دا بهیتن دوید تخماوی راکر بید یعنی هکت هاریکاری پیچه ببیتن بیچه هاریکاریایی بیکی هکت خو هاریکاری پیچه گلک جارا گلی خوش برا مصیبت بسری انسانی داتین مروی پی خوش نیست بس قدر خودی تعالی با مرویانه ویسی خوش انسان چی تدفی مروی بیناوی فرحکته یعنی معنوی تخماوی مروی خاری لوا او مصیبت چند بچیک بی چند مازم بیتن دا خماوی مروی سوی دابزانید هندک مروی الگل رخو دورتوی خماوی الگل بیرات کن دا خماوی سویگ ببیتن آهاش بن هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بری مدته هندی بجید من لم يهتم بأمر المسلمين فاگه اش بسلمان بمتوی خماوان راکم اگر من خماوان نراکم معنوی اشوانانی نملوا هکی از خما برای خواه یه دی بابی نخوم جیرانی خواه نخوم
پسمام خو خزم خو کسوکارت خو و گندی خو عشیرت خو قوم خو هندی بوته از خموان نخوم و قهرمان دل من دانه بیتن اشوانا نه ما حساب کردنی جوش بر هندت بجیتن پشتی اینگه چیت بجیت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجیتن ومن لم يمس ويصبح يعني نبس بشو روجا همي قاوة أزمانوي في تشتي مشغول بيتن ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم أبي بردوام هر خلتيك هر قلناها كإنسان ديت وظيفته بسلماني أوى نصيحته بك داوي خلتي الراس كد جب ببینید ترکا خود تعالی داد عقیده دا و بیرو باور دا و ایمان بخود تعالی دا هندکا تحریف و تبلیل و تشتات دا بکت تو بیت مروف نصیحت بکتن راست کتن و ریکا راست نشادت